الله عز وجل فرض الصوم على مسلم واحد، فرض الصوم على عائلة مسلمة واحدة، فرض الصوم على قبيلة من القبائل أو على عشيرة من العشائر، أم فرضها على الأمة الإسلامية بأسرها من عهد نبينا وإلى قيام تلك الساعة؟ فرضها على الأمة الإسلامية كافة، بل أكثر من ذلك إخواني، فرضها على هذه الأمة وعلى جميع الأمم السابقة. هذا التعميم إخواني إن دل على شيء دل على المصلحة الشديدة التي هي في أداء هذه الفريضة، وهي فريضة الصيام. هذا الدليل العقلي. تعالوا معي إلى الدليل الشرعي. إخواني وأعزائي، الشارع جميع الأحكام وجميع العبادات تدور حول هذه الموارد الخمسة. أرجو الانتباه. جميع الأحكام العبادات تدور حول هذه الموارد الخمسة: حرام، حلال، مكروه، مستحب، مباح. الموارد الأحكام الشرعية تدور حول هذه المواقف الخمسة. يعني لما تسأل الشارع هاي الشغلة لو يقول لك حرام، لو يقول لك حلال، لو يقول لك مكروه، لو مستحب، وإذا لا حرام ولا حلال ولا مستحب ولا مكروه شنو؟ مباح. الآن نأتي الملاك في اتخاذ الحكم الشرعي إخواني، المصلحة أو المفسدة؟ ذهنك يمي. الملاك في اتخاذ استنباط الحكم الشرعي من قبل الشارع المقدس، وأساساً من قبل المبدئيا من قبل المولى تبارك وتعالى، شنو الملاك؟ المصلحة أو المفسدة. كيف وبأي معنى؟ إذا كان العمل فيه مصلحة شديدة فهو واجب وحلال، إذا كان فيه مصلحة خفيفة إن صح التعبير فهو مكروه، فهو مستحب، إذا كان فيه مفسدة شديدة فهو حرام، وإذا كان فيه مفسدة خفيفة فهو مكروه، وإذا لا والله لا مفسدة ولا مصلحة فهو مباح. إذن الملاك إخواني في استنباط أو اتخاذ الحكم الشرعي متوقف، الملاك هو المصلحة أو المفسدة. الآن نأتي إلى الآية الكريمة استنادا إلى الآية. الله عز وجل فريضة الصيام في نظر الشارع، في نظر المولى عز وجل، ما هو الحكم؟ الصيام، الصوم واجب مستحب، تحديدا في شهر رمضان، واجب مستحب حرام مكروه أم مباح؟ واجب إخواني. يا أيها بصريح الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا الوجوب من قبل جبار السماوات والأرض. الله تبارك وتعالى إن دل على شيء دل على وجود تلك المصلحة الشديدة التي هي في صلب أداء هذه الفريضة، وهي صيام شهر رمضان. هذا هو المطلب الأول. ثانياً إخواني، قال القائل: الشبه الموجود بين صيام هذه الأمة والأمم السابقة من جهة العدد والكمية. قال القائل التفسير الثاني، وجه الشبه الثاني، قال القائل: الشبه الموجود بين هذه الأمة، صيام هذه الأمة، والأمم السابقة إخواني وأعزائي من جهة العدد والكمية. كيف وبأي معنى؟ كما أن المولى تبارك وتعالى فرض الصوم على هذه الأمة بهذه المدة أو لهذه المدة شهر كامل 30 يوم، كذلك فرض هذه الفترة، فترة أيام الصيام، على الأمم السابقة أيضاً 30 أو 30 يوماً. وجه الشبه الموجود في القول الثاني من حيث العدد والكمية. أخواني وأعزائي، انطلاقاً من هذا الرأي وهذا القول أرجو الانتباه. كثير من يسأل
كثير من يستشكل وكثير من يعترض على مجموعة من الأحكام الشرعية من حيث العدد والكمية. يتجرأ على كل حال العبد على خالقه تبارك وتعالى، يعترض على مجموعة من الأحكام الشرعية التي من حيث العدد والكمية. كيف وبأي معنى؟ يسمع أو يقرأ السامع، يسمع أو يقرأ المسلم طواف بيت الله الحرام 7 أشواط، 7 أشواط في أيام الحج. يسأل لماذا 7 أشواط؟ لما لم تكن 6 أشواط مثلا؟ لما لم تكن 9 أشواط؟ هالشكل يعترض. شايفين بعض جماعتنا قاعد يركبون ونص هالشكل، يعني يدور يحفر لماذا ولماذا ولماذا. يسمع بقضية الخمس، بفريضة الخمس، هناك من يعترض ويستشكل. المن وش دعوة وبجيب من؟ لماذا ولماذا ولماذا؟ ليش خمس؟ ليش مو ربع؟ ليش مو سدس؟ ليش مو ثمن؟ وهكذا. وكذلك عندما يأتي إلى صيام أو عدد أيام شهر رمضان أيضا يستشكل ويعترض. لماذا عدد الأيام خصوصا في موسم الصيف هذا العدد؟ ليش 30؟ ليش مو 10؟ وليش مو 20؟ وليش مو 40؟ على كل حال السقد مبدئيا إخواني يعني ما يستحق، ولكن هناك من يتأثر ويتفاعل مع هذه الإرادات ومع هذه أرجو الانتباه إخواني وأعزائي. مبدئيا المسلم متى يكون مسلما؟ ما معنى الإنسان أن يكون مسلم؟ يكون مسلما عندما تتجسد في وجوده صفة الطاعة والتسليم لله تبارك وتعالى.